أهلين حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم هعمل شوربة بطريقتي سهلة وبسيطة. هنا طبعا زبدة وزيت شوية وشوفان 3-4 ملاعق وماجي، فلفل أسود ملعقة، كمون ربع، ملح رشة بسيطة. في الخلاط حبة طماطم وبصل وتوم. التوم ممكن تزودوه شوية عشان المناعة، مرة ممتاز. ووصلة صغيرة من الجنزبيل الطازة أو مطحون حسب الرغبة، بس إذا في عندكم أطفال لا تزودوا الجنزبيل كتير. هنا حبة بطاطس مبشورة، شايفين؟ والمكون الرئيسي الأندومي، أي أندومي انتوا حابينه، طبعا مو دعاية ولا إعلان. هنزود عليه الطماطم اللي هرسناها، نضيفه عليه، ترى كله على البارد. وحنضيف عليه البطاطس اللي بشرناها كده. كل المكونات هحطها موية حارة، طبعا على البارد. هقلبه وأولع النار عليه. شايفين؟ تبوا تضيفوا صلصة انتوا حرين، هذا شيء اختياري، مرة سهلة وبسيطة. شايفين حبايبي؟ تبدأ تفور. طبعا البطاطس خلاص استوت، هضيف عليها الأندومي. حابين تضيفوها بحبتها يعني من دون تكسير، انتوا حرين. تبغوها مكسرة انتوا حرين، هذا شيء اختياري. نضيف الأندومي كده. ما شاء الله تبارك الرحمن انتهت. هغرفها، هشوفوا النتيجة الأخيرة. سهلة وبسيطة، تنفع كمان للأطفال اللي يحبوا الأندومي، ممكن تدخلوا لهم هذه الأشياء يستفيدوا منها.